ايه رأيك في الخير ده كله تعمليه في بيتك من حاجة انتي بتاخديش بالك منها خالص؟ كل يوم احنا بنجيب لبن، بنغليه، بنحطه في التلاجة ونشيل وشه ونحوشه. تعالي معايا املى بيتك خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا ام نور حلو حادق. بصي بقى يا ستي، دول 3 كيلو وش لبن انا محوشاهم بقالي فترة كام شهر. احوشهم وبعدين بحطهم على النار لحد ما يفكوا خالص، على نار هاديه جدا يعني شمعه. لو حطيتيهم على نار عاليه صدقيني هيفور منك ويروح كل ده في الارض. انا حطاه على بوتاجاز بالكهرباء علشان بتبقى ناره زي الشمعه، وانا واقفه في المطبخ طول النهار كده بقلب فيه، او مش طول النهار، كام ساعه كده وانا شغاله في المطبخ قدام عينيا، كل ربع ساعه بالظبط بقلب فيه. يلا بينا نشوف المرحله التانية. طبعا هنا بعد ساعه تقريبا بيبقى لونه دي بعد ساعتين تقريبا، كل ساعة هتلاقي لونها بتبتدي تتغير شوية شوية. طول ما السمنة لسه عليها أبيض كده اوعي تطفي عليها، مش هتعرفي تخزنيها هتبوظ منك، لازم توصل للمرحلة دي. في المرحلة دي أنا بحط معلقة ملح كبيرة. ما جاتش في التصوير، لازم ضروري تحطي معلقة ملح كبيرة. كده المرطة بتطلع مش حادقة خالص، يا دوب حاجة بسيطة، لأني أنا بدخل المرطة دي في أكل كتير، فطبعا الأكل لازم بحط له ملح، وهوريكي في آخر الفيديو بعمل ايه. بسيبها لحد ما تغلي كويس جدا كده، يعني خلاص هي كده تمام، طلعت كل الابيض بتاعها. هطفي عليها وهسيبها لحد ما تبرد قد ساعتين 3 تقريبا. ويلا بينا. انا هنا بعبيها برطمانات نضيفه وناشفه تماما. وبسيبها عريانه لحد ما تنشف تماما، تبرد سوري تماما، وبعدين اغطي عليها. البرطمان التاني ده الناقص ده كنت انا حاطه فيه سمنه، عشان كده هو شكله يعني ملحوش شويه. ده المرطة اللي بتطلع. تعالي اوريكي المرطة بتعملي بيها ايه. بتضربيها في الخلاط مع شوية زيت صغيرين، بتطلع لك اطعم مرطة في الدنيا ممكن تدوقيها. حاجة نظيفة في البيت. طبعا انا بدخلها في اكل كتير على فكرة. ممكن احط منها في البشاميل، بحط منها في اكل كتير. تعالي اوريكي بعمل منها كمان. البيض الصبح المقلي بيعجب ولادي جدا. بحطها في المعجنات على فكرة، بحشي بيها معجنات فطائر. هنا اللي بحط البيض وبحط المرطة بتسيح وبحط البيض بس، وبزودها شوية ملح، واحلى بيض هتاكليه. وما تنسينيش في اللايك. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، واستني مني كل جديد، واشوفكم ان شاء الله على خير.